راهي الخطفة راح الراجل هنا في العاصمة، هذا هو حكاها لي، راح يخطب وحدة، سقسى واحد في الحومة، راجل كبير يبان محترم يا أخو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعي القناة. قصة جديدة مشوقة وراها كما عودنا الشيخ شمس الدين الجزائري. والمرة هذه قصة رجل باش يخطب بنية، مشى باش يسأل عليها العباد على أخلاق على كل شيء. يا أخي تصير له غريبة وتصير له حكاية ما كانش يتوقعها في راسه. هذا اللي باش تشوفوه في قصة الخاطب. خويا واش رايك في فلانه؟ شدوا من يده، قالوا وشنو؟ اخطيك منها فيها وفيها، بدا غير يجبد، طلعوا قال لي كركرني. الطابق الخامس دخلوا لدارو بدا والله حتى هذه حكايه. السيد جاب باش يخطب بنيه، مشى يسأل عليها في رجل كبير ذو ثقة هكا وعنده وهرة. يا اخي تصير له غريبة، طلع فيها العيوب السبعة الطفلة اللي يسأل عليها، واصبحت فهمتي لا تصلح بشيء، وشدوا بالسيف ويكركر فيه. يعني تخيلوا معايا المشهد، انسان لا تعرف ولا يعرف جيت تسأل فيه يكركر فيه وهزوا معاه للطابق الخامس. هل تم خطف الخطيب هذا ولا شنو اللي صار بالضبط؟ هذا اللي باش نعرفوه. فلانه 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 فلانه، جاب له بناته 6 يا محينه، مليك هذو بنات صالحات، هذه تعرف هذه كذا وهذه شابه وهذه، قال لي حصلت يا وحصلت. هذه خطوبة بالقوة، خطوبة فرسي. السيد مشى باش يسأل على بنية حب يخطبها، يا اخي يتم سحبه بالقوة إلى منزل الرجل هذا الورع، ويعرض عليه 6 بناته بالغصب. هذه صالحة هذه صالحة، هذوما بنات دار، ما عندك وين تهرب، يلزمك تخطب واحدة منهم. يجيك البلاية غافل. هذا اللي صار للخطيب، مشى في امان الله يسأل يا اخي حصل، وظهر لي باش يتم اجباره وغاصبه بالسيف عليه باش يخطب واحدة من البنات هذوما 6 من دون ما يكون حاجته بها ولا عنده بها اي مشاعر او اي اهتمام. يجيك البلاي يا غافل. هذا هو فيديو اليوم. الشمس